السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم بدنا نعمل كب كيك، حطيت له كريمة وحطيت له شوكولا، ويعني طريقة سهلة كتير. أول شي بنحط بيضتين، طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة، بنبشر عليه ليمون، بشرة ليمون أو بشرة بردقان، وهلأ ضفت نص كاسة سكر. حتى مواده كتير قليلة، يعني لو ما عنا بيض كتير أو ما عنا مواد للكيكة فينا بسرعة نعمله. مواده كتير سهلة وموجودة بكل بيت. هلأ بنخفقهم على على سرعة عالية طبعا بالمضرب الكهربائي. السكر والبيض مع بشرة الليمون. هلأ حطيت نص كاسة زيت ونص كاسة مي دافية. هلأ بكون محضرة كاسة ونص طحين، حطيت لها رشة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة كبيرة نشا، ومثل ما شفتوا نخلتهم مع بعضهم لحتى يختلط البيكنج باودر مع الطحين مع النشا، كلهم اختلطوا مع بعضهم. وهلأ ضفتهم للخليط السائل اللي كنت عاملته، البيض والزيت والمي والسكر. وهلأ هيك خلطة سريعة بالمضرب الكهربائي على أوطى سرعة بيكونوا جاهزين. هلأ جبت قالب الكب كيك وحطيت فيه ورق الكب كيك، وبدي حطهم بكيس الكريمة لسهولة حطهم بالقوالب، بس مو ضروري، يعني ممكن نحطهم عادي بأي معلقة. ايه هلأ حطيتهم بهي الطريقة. بدي عبي الكمية اللي عملتها طلعت لي 12 وحدة، يعني على قد قالب الكب كيك تماما. هلا هذا ممكن ما نحط له لا كريمة ولا نحط له شوكولا ولا نحط له شيء ابدا، بنعمله سادة كيك بالفانيليا، كب كيك بالفانيليا، وممكن ياخذوه الاولاد معهم على المدرسة باللانش بوكس بيروقوا عليه، او ممكن كمان نزينه مثل ما بتشوفوا هلا، مثل ما حتشوفوا بالكريمة وبالشوكولا، او ممكن كريمة لحالها. كل واحد الشي اللي بيحبه بيعمله. هلا حميت الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اول شي خبطته، شوفوا هاي الخبطة كتير مهمة، وحطيت عليهم قطع شوكولا خام او او نوع شوكولا بالحليب، يعني حطيت قطعة صغيرة قبل ما ادخلهم على الفرن. بتعرفوا الولاد بيحبوا الشوكولا كتير، حتى الكبار. هلا حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 180 درجة. اول شي حميت الفرن لمدة 10 دقايق، بعدين حطيتهم على الرف النصاني، وهيك كانت النتيجة اكتر من رائعة. هلا بدي اعمل الكريمة. بدي احط مي متلجة، حطيت نص كاسة مي متلجة ونص كاسة كريم شانتيه ومعلقة صغيرة كريم كراميل. بحب الكريم كراميل اللي بيعطي تماسك للكريمة كتير طيب. وممكن نحط معلقة كمان، معلقة سكر بودرة كمان كتير بيعطي طعمة طيبة للكريمة وتماسك. هلا كمان بدي ارجع احطهم بكيس الكريمة اللي عملتها، وبدي زين هلا الكب كيك مثل ما حتشوفوا. مثل ما قلت لكم هاي الخطوة اختيارية، بس الأولاد بيحبوا الكريمة وبيحبوا الشوكولا. يعني ببيضتين تنتين بنعمل 12 وحدة كب كيك. حسيت كتير عياراته حلوة واقتصادية هالكب كيك. هلا حطيت الكريمة مثل ما شايفين بهي الطريقة.
في كتير عالم عم يتفرجوا على فيديوهاتي وما عم يشتركوا بالقناة. يا ريت اللي عم يتفرج على الفيديو يشترك بالقناة، واكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. هلا دوبت كمان شوكولا على حمام مائي او بالميكروويف. شوكولا بالحليب دوبت، وضفت لها معلقة كبيرة زيت مشان نحطهم فوق الكريمة، بيعطوا منظر كتير حلو. ممكن هلأ بدون شوكولا نحط مثلا قطعة فراولة، قطعة كيوي، يعني هذا الشي بيرجع لكم. وهلأ شوفوا عم حط الشوكولا عليهم، منظرهم كتير حلو وطعمتهم كتير طيبة. هلأ هي وحدة بدون كريمة بدون شي، شوفوا كيف قلبها. وهي اللي حطيت لها كريمة، والشوكولا اللي قطعة الشوكولا اللي حطيتها. وهيك كان المنظر النهائي. حطيت عليهم كمان بندق